انه ما عندناش هذا المرض بزاف. هذا المرض كاين في المغرب ها هو انتشر، ها هو قال لك شوف شنو قال لك هاني جايك. شوف انت هضرت لي على الفاكسان كمال، هي بالعكس انت النظريه تاعك تقول لي الفاكسان اللي ما دارهاش مرض. الناس راهم يقول لك باللي هذا الفاكسان اللي يمدوه هو اللي دار الامراض للناس. بزاف الناس اللي دارته خرجت فيها مضاعفات. هذا هاشيموتو. وانا درت الفاكسان ما فيهش مضاعفات. انا درت مازال. اسمع المضاعفات سي كمال ما عندهمش وقت. انت قادر من على عامين يبانوا فيك، ماشي معناتها اليوم ما بانوش فيك معناتها ما غاديش يحكموك مضاعف. ورا دابا هذه عرفتي فوقاش 2021 هذه راه 5 سنين باش درت هذا ما كانش شوف هذا مرض جديد وحتى الفاكسان هادو جدد يا راهم عاد مازال ما حتى ما جربوهمش على المرضى. يعني راهم علاش ما لقحوا لكمش نتوما؟ علاش حيت الفاكسان ما كتمرض؟ ممكن لانه كي قالوا باللي راه فيه مضاعفات فيه كذا ممكن ما لقحوناش بصح كاع. ولكن راه منظمه الصحه هي اللي خرجت بهذا الفاكسان. كيفاش ما عندكم في الجزائر الفاكسان العالم دار الفاكسان الا نتوما؟ تضارب كمال منظمه الصحه كي خرجت كاين تضارب على هذه. كانت يعني هذا الفاكسان كي خرجوه بطريقه استعجاليه، ما كانش عندهم حتى الوقت انهم يجربوه على الناس ويعني يديروا له كما نقولوا احنا فتره تجريبيه باش يعرفوا المضاعفات تاعو. داروه بطريقه استعجاليه واليوم راهم يكتشفوا في المضاعفات تاعو. ولكن علاش ما يشريو لكمش اللقاحه الاخ منير؟ راني نجاوب فيك وبالرغم من هذا علاش انا شوف بالرغم من هذا انا طلعت معك خطره في اللايف وقلت لك شوف هذه الازمه تاع كوفيد اللي فاتت كامل، بالرغم من كاع هذيك الصور اللي شفناها تاع الاكسجين وكاع، كنت تدخل الان منظمه الصحه جيب مصدر موثوق، شوف عدد اللي ماتوا بالكورونا في المغرب وعدد اللي ماتوا بالكورونا في الجزائر، غادي تشوف باللي المغاربه ماتوا اكثر من الجزائريين. شوف هو واحد القضيه منير، نتوما الجزائريين الارقام ديالكم والاحصائيات اللي كديروا كل غلطه ما تقدرش تعطي واحد الارقام. لا جيب من منظمه الصحه، ما تجيبش من الجزائر، شوف اصلا نتوما اصلا منير، نتوما ما اصلا ما حنا كنشوفوا العدد الوفيات اللي ماتوا بالكورونا، نتوما ما اصلا واش من ارقام غتعطيو نتوما؟ واش من ارقام كتقدموا؟ لا بالعكس عباك باللي الله يهديك منير اصاحبي. الدول لا كامل الدول كانت لا غير ما تهضروش منير بالارقام. الجزائر غير يخطيوكم بالارقام قسما بالله الا راكم دوختوا الامه الجزائريه كلها بالارقام. دوك ارقام صاحبي كتقدموهم. شوف هذا الكلام يقولوا غير المغربي فقط هو اللي يقول. انتوما ماشي حنا صاحبي، ماشي حنا اللي كنقولوا، نتوما اللي كتقولوا لاش حنا. هذوك ارقام عندكم. انا خبرتك حنايا كي نعطوا ارقام هذيك هي الارقام كمان. لا ما ها هو عبد مجيد تبون مشى كيقول لك نديروا الرقمنه في قطاع الفلاحه في قطاع الصحه في كل شيء. الاحصائيات عندكم كل شيء مخلطه مجلطه، ما عندكم حتى شي رقم صحيح كاع باتات. معليش شوف حنا رانا نقولوا رانا نسيو غير بشويه، بصح المشكله انه لما انت يا كمال تعطي ارقام كبيره وتبين باللي بلادك مليحه الارقام تقول عادي مساله طبيعيه. هذاك مساله دليل هذيك تبين لك باللي الارقام تاعك لا شوف انا نخبر فيك. اسمعني انا غير نقول لك خلينا غير باش نفهمك واحد المساله. شوف هو مساله ان الدوله ديالك كتخالف في القرار ديال منظمه الصحه العالميه وكتقول لك على ان اللقاح ما نديروش للجزائريين لانه فيه مضاعفات. اولا ملي كيعرف فيه المضاعفات ولا ما فيهش مضاعفات هي الدوله اللي كتصنعه. انت ما صنعتيهش وما عرفتيهش وخدام تقول ما مزيانش، قول النظام ديالك ما بغاش يصرف عليك باش يجيب لك الدواء. النظام ديالك بغاك تموت بكورونا وتولي المضاعفات هاد شي موتشو هذه ولا شنو هي اللي ولينا كنسمعوا في الجزائر. شوف كامل هاني خبرتك خويا، قلت لك ماشي الجزائر قالت فيه مضاعفات، العالم كامل يتكلم على هذا الموضوع. لا حنا هذا الشيء هذا اولا هذا سميتو ولا شنو انا ما عرفتش سميتو، هذه كتشوفها في الجزائر. كامل شوف انتم في المغرب المغاربه ولاو يديروا في التلقيح زعما كيما نقولوا حنا يعني بالسيف عليه، والمغاربه ماشي باغيين. قال لك كيفاش وهذيك الدوله كتداوي الشعب ديالها ومن حقها حيت كاينين شي ناس خافوا من التلقيح. كاين اللي كيخاف من الابره وماشي دليل على ان الدوله ما خصها تحد من هذا الفيروس اللي هو كيفسك. لذلك حنا كنشوفوا الشعوب المتقدمه كدير الابره، ما الشعوب المتخلفه والانظمه المتخلفه بحال الجزائر ما بغاوش يديروهم. حنا شفنا عمي تبون فاش مشى للبرتغال تلاقاوه بالكمامه، كانت واحد الاهانه خطيره. زعما راكم نتوما ما درتوش هذا الفاكسان. رئيس دوله يمشي لدوله اخرى وما دارش الفاكسان يتلقاوه بالكمامه. مالو منين جاي هذا؟ اهانه. كمال هذاك الفاكسان كمال هذاك الفاكسان اللي خرجوه هذاك كي خرجوه ما خرجوش
مثلا كيديروا ما تمرضش ولا ما تعديش، لا هذاك الفاكسان داروه باش ينقص المضاعفات تاع الكورونا. معناتها انت كيدير الفاكسان غادي تمرض بالكورونا، تمرض وانما ما توصلش لهذيك المراحل تاع الاكسجين. لا ماشي هكاك، لا ماشي هكاك، انا فاهم. ابحث كامل. انا نقول لك الفاكسان شنو دار. اولا شوف، انا نقول لك الفاكسان شنو هو. دابا فاش جا الفيروس ديال كورونا اللي هو واحد الوباء ما عمرو جا للجسد ديال الانسان. هذا الوباء ملي كيجي كيضرب الانسان، داك الخلايا اللي هي داك المناعه كتقاوم داك المرض خصها تكتشف بعد داك المرض. لذلك فاش كتمشي تكتشفه هو كيبدا يبتلعها. لذلك كيضرب الجهاز ديال المناعه. ملي كيضرب الجهاز المناعه بحال الشكل ديال السرطان، كيضرب لك الجهاز المناعه وكيبدا يفتك فيك. لذلك هنايا فاش الجسد ما تعرفش على داك الخلايا اللي هي كتدخل ليه، بداو المختبرات كيقلبوا يشوفوا كيفاش غادي يشوفوا داك الخليه اللي داخله داك الفيروس باش يصنعوا واحد الفيروس مضاد يتصدى لداك الانتشار ديالو في الجسد باش ما يفتكش بالبشريه. لذلك هما داروا شافوا داك الفيروس واكتشفوه وجابوا الفاكسان باش ان داك الفاكسان اللي كضربها هذيك راها مناعه، هذيك كيضربوها بشكل على اساس داك الفيروس. غير اسمع، اولا كيمشي كيقتل داك الفيروس، ومن بعد ذلك داك الخلايا ديالك كتشكل على داك الفيروس. في حاله ما مره اخرى جا غادي يكون بحال زكام عادي. اما الا ما ضربتيش داك الفاكسان اللي جابوه للشعوب، ها هو غادي يتشكل فيك، يوليو جميع الامراض. ها انت شوف شنو كتولي كتشكل فيك، كتولي انت معرض، يعني انت ما محميش، ما عندكش الحمايه. هذا الفاكسان صحيح هو الانظمه اللي كتهتم بالشعوب ديالها بحال امريكا، بحال فرنسا، بحال اوروبا، بحال يعني الدول المتقدمه، ولو الغلاء ديال داك الدواء مشاو اقتناوه وضربوه للشعوب ديالهم، لقحوهم حفاظا على سلامتهم. والانظمه اللي الشعب ديالهم ما عندوش به غرض راه ما شراو لهمش. عمي تبون نلقح وانتم ما لقحتوش، ولاد اللي جينيرو لقحوا وانتم ما لقحتوش. باش ما نطولش على خويا المشكل. جمال السلام عليكم. غادي نهبط خويا غادي نهبط والله غادي نهبط. شوف كمال، هذا الفاكسان اللي تحكي عليه علاه ما نجحش كامل؟ لانه هذا الفيروس متحور يتبدل بزاف. يعني كي خرجوا فاكسان الفيروس مثلا سارس 2 كي خرجوا له الفاكسان تاعو هذاك الفيروس يتبدل يولي حاجه واحده اخرى، يعني ما ينجحش. يعني كي دير هذاك الفاكسان علاه نشوفوا مؤخرا عاود جات موجه واحده اخرى تاع كورونا. يعني هذا الفيروس ما قدر. انت طبيب خويا، طبيب يا صاحب القلعه غير بالناس. ودابا منير هذا هو المشكل. هذا المتحور كي داير المتحور مثلا كيكون فيروس على شكل كره، هذيك المناعه ملي كتم جايه راه ما جاياش على شكل كره، جايه على شكل ما جايش مشكل على داك الكره باش غادي يبتلعها. فاش كيمشي كيوصل لك هذاك الفيروس كيبدا ينخرف داك المناعه. داك المناعه هي كتكتشفوا كاين عندنا واحد الجهاز الله سبحانه وتعالى اللي خلقه بحال مختبر، كتمشي كتوصل داك المناعه داك يعني داك التحور ديال داك الفيروس على الشكل اللي هو كاين، وكيمشيو بحال اللي كيجهزوا واحد الجيش باش غيخرج يقاوم داك الفيروس. فاش كيتموا جايين مشكلين على اساس انهم غيوليو يعني باش يمنعوه، شنو كيولي يدير؟ كيتحور لهم. الا هما جايين على شكل مثلا هكا باش يمسكوه هكا، هو كيولي محور لهم، كيصدق حتى داك التشكيل ديالهم كيضربوا لهم في الزيرو. اذا هما خصهم يقضيو على الفيروس من خلال الفاكسان، لانه متحور. المناعه ديال الانسان ما كتقدرش انها تقاوم داك الفيروس لانه متحور. اما بالنسبه لاش كيقولوا له المتحور، هذا الشيء علاش ما بغيتوش تجيبوه على انه فشل؟ بالعكس الفيروس ما فشلش. الفيروس اش كيقولوا الفاكسان ما فشلش. لا الفاكسان ما فشلش، وهادشي انت كتشوف. يعني لو كان فشل الفاكسان ما غاديش يطلقوا الحجر الصحي. تمام. شوف حبيبي، شوف بحث غير شويه غادي تلقى باللي كاين بزاف ناس داروا الفاكسان ومرضوا بالكوفيد. داروا الفاكسان ومرضوا وتعالجوا. ايوا راه هادشي راه قالته منظمه الصحه العالميه، قالت لك ومع العلم انه يتقاس الانسان ما غاديش تكون العوارض اللي غتقتلو، غادي يولي يقاوم. هو الفاكسان هذا كيديروا ماشي معناتها ما تمرضش ولا ما تعديش، تمرض ولكن ما تفوتش لواحد المرحله متقدمه. وكاين بزاف داروه ومرضوا به وزادوا عداو ناس واحد اخرين وعداو الناس اللي ما كانوش دايرين الفاكسان. شوف هذا هاشيموتو سي كمال، هذا مرض مناعي ما عندوش علاقه مع الفاكسان. هذا هاشيموتو لا، هما اللي قال لك وانا اللي خبر فيك هذا مرض يشير الى ان جائحه كورونا لها ارتباط وثيق بذلك. صحيح هذا مرض مناعي وموجود ما قبل الكورونا، وانما هذا الكورونا كي جا لعب شويه في المناعه تاع الناس، دونك المناعه ولات شويه تتاثر بواحد الامراض جديده. هذا ما كان. شكرا سي كمال، تحياتي لك والصحه. والله يشافيكم، الله يشافيكم منير. وانا كنشوف على ان مبروك عليكم مستشفى الحماق اللي دشنوا الملك، الله يحفظك. لا هذاك ماشي مستشفى الحماق. انتم الجزائر فيها الحماق كيبان لكم كل شيء حماق. هذاك مستشفى ديال
اللي هما ادماج اللي هما كيستعملوا المخدرات، لذلك هذاك بعيد. اما بالنسبه لمستشفى الحماق خصنا نشوفوا الجزائر هي اللي خصها مستشفيات الحماق، لان داك الشيء المنا ديال السعوديه اللي منعتكم من الدخول لبلادها، لان قال لك حتى تجيبوا شهاده تثبت قواكم العقليه، والقوى العقليه خصك الشهاده تجيبها مع الطبيب النفساني اللي هو الحماق، وما كاينش مستشفيات الحماق، لذلك السعوديه ما يمكنش انها تستقبل الجزائريين اللي هما مرضين بهذا. وحنا كذلك المغرب ما خصنا الان بما اننا كنستقبلوا الجميع الجزائريين، كاين فيهم هذا المتحور الجديد اللي هو الهاشيموتو ولا شنو هذا الهاشيموتو، يعني خصهم حتى يجيبوا الفاكسان انهم ضاربين اللقاح، عاد ديك الساعات يدخلوا عندنا قبل ما تنتشر العدوى ديالهم فينا بسبب هذه التظاهره الرياضيه ديال كاس افريقيا اللي كنظموها. السلام عليكم ديزيد. السلام عليكم كومال. وعليكم السلام. لاباس بخير؟ والله جامي وسمعت بهذا الشرشماني هيطو. واش هذا المرض؟ ماشي الشرشماني هيطو، لا هاشيموتو راه في قلب الجزائر، راه خدام. والله وجامي سمعنا به، والله ونسمعوا عندكم برك، والله جامي سمعت هاي المرض. واخا نقدروا عندنا لي زوبيطال مالغري المرض، كاين لي زوبيطال والله غير لي زوبيطال وتحيره كومال. باش فهم فرنسا وراني مريض، او حكمتني او من غريب، او حكمتني لا غريبا او فرنسا وفيها المرض. واش بك كومال؟ غا باش نقدروا اننا نوريوك هذا المرض اللي هو منتشر في قلب الجزائر، ها هو هاك اسمع باش ما تبقاش غلط، حيت هذا الشيء راه خطير، هذا خصنا نشوفوا له الحل. نحيد لك هذا، اسمع. مرض مناعي يهاجم الجزائريين. جائحة هاشيموتو الجديدة تتسلل بهدوء وتنهش الأجساد من الداخل. تهاجم الغدة الدرقية وتدمر خلاياها لتربك توازن الجسد والعقل معا. في الجزائر تزايدت الإصابات بصورة مقلقة، ويرجح الأطباء أن جائحة كورونا هي السبب الخفي وراء هذه الموجة. المختصون يحذرون من أننا أمام جائحة خفية تتسلل ببطء. إن كنت تشعر بتعب دائم وبرودة في الأطراف وزيادة في الوزن رغم قلة الأكل، أو لاحظت انتفاخ وجهك، جفاف جلدك، تساقط شعرك، ورافق ذلك قلق أو اكتئاب أو ضعف تركيز، فلا تتجاهل الأعراض. قد يكون جسدك يرسل نداء استغاثة صامت. الخبراء يؤكدون أن داء هاشيموتو مرض مزمن وصامت في بدايته، لكنه مع مرور الوقت يرهق الجسد. العلاج الهرموني وحده لا يكفي، بل يحتاج المريض إلى نظام غذائي متوازن وحياة صحية واعية. إنها ليست موجة عابرة، بل جائحة جديدة ترتدي ثوب الهدوء. مرض لا يرى لكنه يتقدم بثبات، وإن لم ننتبه اليوم سنستيقظ غدا على كارثة مناعية تهدد جيلا بأكمله. قال لك المساله ما عندها علاقه بنظام غذائي صحي، وهذا الشيء هذا كنشوف ان الجزائر تفشل انها يعني تقوم بحصار هذا الوباء المنتشر داخل الجزائر، لان كيف كتشوفوا الازمه ديال الغذاء اللي كاينه في الجزائر هي السبب. حتى انه قال لك من بين الاعراض هو اذا شفتي الاعراض يعني الجسم ديالك بدا كيتنتفخ، مع العلم انك ما كتناولش شي منتوجات غذائيه اللي هي مزيانه، يعني شي يعني تغذيه صحيه اللي هي متوازنه. لذلك انا كنشوف هذا الشيء هذا بسبب الازمات ديال المنتوجات الغذائيه داخل الجزائر، اللي الشعب الجزائري مابقاش كيستعمل اللحوم الحمراء ولا كيستعمل اللحوم ديال الحمير. الشعب الجزائري اللي ولا كياكل كرعين الدجاج، الشعب الجزائري اللي ولا كياكل المسمومات بحال الشرشمان، الشعب الجزائري اللي ما بقاش كيلقى الحليب غير الغبره وداك الكيماويات. يعني هذا هو سبب تفشي هذا الوباء المرض. انا راه والله ما كنضحك الخوتي، الا راني كنهضر الى هذا الشيء راه خطر كيف تكبل الجزائر، والنظام الجزائري لا حسيب لا رقيب، مخلي الشعب كيموت مساكن. اتفضل اما سي نساء. يزيد فضلك سي كمال. السلام عليكم كلكم. نحاول نجاوب على بعض النقاط التي تستحق على كل حال الرد. مثلا مثل الكمامات. الجميع يعلم انه فيه انواع من الكمامات. هناك كمامات جطاب، يعني كمامات جطاب تستعمل لمرة واحدة يوم واحد وترمى، وهناك كمامات نعم قابلة للغسيل، لكن تبقى كمامة شخصية، يعني أنت تغسلها أنت من يعني تستعملها في يعني مرات عديدة وليس شخص آخر. وهذا النوع من الكمامات حتى ظهر أيضا في أوروبا وفي فرنسا في وقت كورونا، خاصة أمام أزمة الكمامات الطبية التي شهدها العالم بعد ظهور فيروس كورونا فجأة.
فجأة. إذن هذا شيء عادي. بالنسبة للتداعيات أو ارتدادات مرض كورونا وما تلاه من لقاحات، لقاح، هناك لقاح صيني، روسي، بريطاني، أمريكي. نعم، العالم كله لاحظ هذا الشيء، ومخابر الطبية لاحظت هذا الشيء، حتى في فرنسا نوع من المختبرات ماسينيسا، ماشي المخابر، المختبرات. نعم المختبرات الطبية، مخابر التحاليل الطبية لاحظت هذا الشيء. وفي الجزائر أيضا لاحظ هذا الشيء، لكن هذا الشيء يلاحظ ويرصد أينما تكون، يعني يكون هناك يعني الحد الأدنى من منظومة طبية تتابع وتحصي ما يدور من أوبئة وفيروسات، وليس مثل الدول مثلا التي هي الصحة منهارة تماما ولا يوجد حتى الأطباء في المستشفيات. هؤلاء مثل هذه الدول لا تلاحظ، حتى وإن الناس تموت، الناس لا تدري لماذا تموت، بأي فيروس أو بأي ميكروب. وهذا ينطبق على المغرب مثلا الذي لا توجد فيه منظومة صحية. طبعا أنا أستغل هذه الفرصة لأبارك لاتفاق الدفاع المشترك بين الجزائر وتونس. التي قبل ما نمشيو للاتفاق الدفاعي غادي نتكلموا فيه، لا بغيتي تتكلم فيه، ولكن أنا على أن المنظومة الصحية في الجزائر هي منظومة فاشلة، لأن هذا الوباء ما كيضربش في الدول اللي هي الشعوب ديالها كياخذوا واحد التغذيه صحيه متوازنه اللحوم. خليني نكمل لك. كيستهلكوا المنتوجات الغذائيه، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، كيستهلكوا الخضروات. لذلك هذا الشيء قال لك نتيجه التوازن الغذائي اللي الشعب كيكون فيه الجوع، ولكن كتبان فيه واحد الاعراض ديال انها اعراض الانتفاخ. هذا الشيء كنشوفوه في الجزائر، لان الجوع ما عندكم تما، كاين الحدث واللوبيا ما كايناش، كتاكلوا الشرشمان، كرعين الدجاج، حتى ذاك التقارير اللي تكلمت على استعمال اللحوم الحمير، اللي اللحوم ديال الحمراء ديال الابقار وديال الغنم ما عندكم، ما كاينش في الجزائر. وهذا اللي دفعكم على اساس انكم تمشيو وتتناولوا هذه اللحوم اللي هي مسمومه بحال داك الشرشمان. حاجه اخرى، مساله اخرى باش بينتي لنا المنظومه غير منطقي. لا اعراض جات الاعراض منكم، من عندكم انتم غتعرفوا. لا علاقه بالاكل، لا علاقه بالاكل وبنوعيه الاكل. لا صديقي، الشعوب راهي الصحافه شنو راهي تاكل في الاحصنه وتاكل في الخنازير، تاكل في كل شيء. تقارير هل فرنسا فيها فرنسا مثلا فيها اختلال التوازن في الاكل، نفسها تعاني من اعراض كورونا. اين تعيشون انتم؟ ليس لكم مخابر طبيه، ليس لكم مرصد للاحصاء. ماشي مخابر، مختبرات طبيه، ماشي مخابر طبيه او مراكز ابحاث. هل ليس لديكم مراكز ابحاث طبيه للاحصاء؟ هل ليس لكم مخابر تحاليل طبية يا أخي الكريم؟ في فرنسا تداعيات وارتدادات كورونا نعم موجود، خاصة تضرب الغدة الدرقية، أزمات قلبية، هذا في فرنسا. إلا أنتم لا يوجد شيء، يعني كل شيء في صمت، تموتون في صمت وكل شيء في صمت، وتدعون أن الصمت أنه لا يوجد أزمة. الأزمة موجودة عندكم يا أخي الكريم. اسمعني يا صديقي. نعم لا اسمعني. شوف، هو اولا لا انتربط، لا لانك تربط يا صديقي. راه عنده علاقه، لان سوء التغذيه عندكم في الجزائر. واش المواطن اللي ياكل الحليب كيماوي غبره يشربوا الماء والغبره، هذا غادي تكون عنده بنيه جسديه يعني قويه؟ واش المواطن اللي كيكون عنده كيستهلك الشرشمان، اللي هذا واحد الحيوان كيعيش ومسموم داك الشرشمان، غتكون عنده بنيه صحيه؟ مسموم. تلك الثقافة في الصحراء. علاش حرمه الله؟ علاش حرم الله الحيوان المفترس؟ علاش؟ هل تعتقد انت انك علاش حرم الله الحيوان المفترس اللي هو حيوان؟ علاش؟ ليس لا يوجد شيء ما يحرم. علاش حرم الله الحيوان المفترس؟ علاش؟ ليس حيوان مفترس الشرشمان، ليس حيوان مفترس، ليس حيوان. تعرف ما كيتغداش على الحشرات، ماشي افتراس هذاك. كيف افتراس؟ تغدى على الحشرات كيف؟ حشره غاديه كياكلها، ماشي مفترس هذا. الخليج ياكلون الحشرات، الجراد ياكلون حتى الجراد. لكل شعب الجراد ماشي مفترس اصلا. الجراد هو حيوان عاشق. لا عاشق كمال كيتغدى على كمال بخصوص الحليب. نعم
كل انواع واحد الحليب. الامر نوضحوا لك على الحليب. لحمو على الحليب ولا امر مهم يعني. بلاتي صاحب القلعتين، بلاتي يا صاحبي بلاتي. لحم الحمير الاهليه اللي محرموا الدين الاسلامي وانتم في الجزائر كتاكلوه، ماشي حرام. لا تاكلون انتم لحم الحمير. انا ما ارى تقرير على لا ما روح قناه شوف ما كناكلوش اما سينيسا اما سينيسا عاد دابا وانتم كتقولوا لنا حقا كنتم تاكلوا الحمير، انتم راه كليتوا وجدت رؤوس الكلاب مقطوعه، رؤوس الكلاب وجدت عندك كله. هادشي هذا كله غير كيدير موجود في قنواتكم. اسمعني يا صاحبي، اسمعني نقول لك والله الا موجود. اسمعني الانسان غشاش. اسمعني نوضح يا صديقي. اولا انت عندك الدوله ديالك هي اللي كتبيع لك داكشي صاحبي. راه البطوارات كيذبحوا اللحم الحمير صاحبي، راك انت كتاكلوه. انتم عندكم كيتباع في السوبر مارشي عادي اللحم الحمار على قد المتناول ديال المواطن الفقير. والله الا عجبت لك دابا الفيديوهات كيتباع، جبت لكم الفيديوهات كيتباع والله لا يباع داخل الاسواق. ايوا غتنكر ليه هنايا. تفضل اخويا، واش هذا المرض كينتشر سوء التغذيه عندها علاقه بهذا المرض؟ قول لي سوء التغذيه اش كتاكل؟ الدليل المظاهرات الاخيره بسبب الجوع عندكم. الجوع راه في الحوز وراه في العربيه. الجوع بسبب الجوع. نعم بسبب الجوع. نعم مظاهرات نعم بسبب الجوع في المغرب بلد فلاحي وكيصدر الفلاحه وكتهضر انت على الجوع. يصدر للخارج ويجوع داخليا. ليست فلاحتكم. واش كتهضر لكم تلك الاستثمارات ليس ملك الشعب المغربي. دابا جا نقول لك انا خرج الشعب المغربي ضد الفساد. غير بشويه الجياع قادمه عندكم. غير بشويه. دابا انت كجزائري هاد ما كانش منها برك راك تخرط. راه عندكم الجوع داكشي اللي كتعيشوا. اش غير من الواقع؟ بلاتي انا عندي خليني غير نوضح لك. دابا هادشي اللي كتقول يا ودي راه عندكم داكشي اللي عندك كتقولوا راه عندنا. اش غير من الواقع؟ ما غير من الواقع والو. شحال قدك تخرط؟ شحال قدكم تكذبوا في الارقام؟ شحال قدكم تعطيو في المعلومات الزائفه؟ شحال قدكم؟ واش هادشي غيتحقق في امر الواقع باش تصدر الازمه للمغرب؟ دابا انت فاش كنقولوا لك انكم كتاكلوا اللحم الحمير كتقول لي حتى المغرب ياكل اللحم الحمير، عوض ما تقول تحارب اللي كيذبحوا لك الحمير في الباطوارات ويبيعوهم لك تما كاين في المارشيات كتقول لي حتى المغرب. الا قلنا لكم الهاتشيموتشو هذا كينتشر في الجزائر بسبب سوء التغذيه، حتى المغرب حتى غدا يكتبوا لكم حتى المغرب راه فيه الهاتشيموتشو. خصك تشوف الحل، خصك تشوف الحل صاحبي، خصك تشوف الحل صاحبي. حنا فاش كنقولوا لكم الجزائريين كيموتوا مساكن بالجوع وما عندهمش قدره شرائيه باش يقدروا يشريوا مستلزمات الحياه، كتقول لي حتى المغرب راه هما الشعب المغربي فقير. علاش كتحس علاش المظاهرات الاخيره لماذا خرج الشعب المغربي في مظاهرات وسقطت ارواح؟ هذا هو المشكل اللي ما عندكش نتايا. حنا عندنا حريه التعبير، حريه الراي، حريه الاختيار، حريه التظاهر اللي ما عندكش انت مسلوب الحريات كاع. الجزائري الدستور ما كيكفلكش حتى حريه، ما عندكش حريات. انت عايش بحال العبد عندك في الجزائر داخل الجزائر. نهار بغيتي تهضر تنشروا لك الجيش في داخل الجزائر في المدن ولا حاله رعب من طرف الشعب ولا خايفان. ما عندكش حريه. اش من حريه عندك انت في الجزائر؟ حنا اللي كنشوفوه عايش بلا حريه هو العبد. هضر معايا شي حاجه اللي هي منطقيه بس انسان على الشيطان. هي عندكم الشيطان صاحبي. انا يموتوا المتظاهرين اما ماتوا لا متظاهرين داكشي نهضرنيش نتايا تا في الجزائر اما سينيس. هضر معايا بشي حاجه منطقيه وما تبقاش تقول لي شي حاجه اللي ما انا بالنسبه ما سينيس اسمح لي غادي ننزلك لانك نتايا هنايا كتجي كتحاول ما امكن ما توصلش معاناه الشعب الجزائري. ماشي بالنسبه لي انا لان اهل مكه ادرى بشعابها، لكن علاش كتحرم هذا الشعب الجزائري المسكين اللي هو في قلب الجزائر مهمش كتحرمه من ابلاغ الصوت ديالو؟ انت كتحرم الشعب الجزائري ما يطالبش بالحقوق ديالو. سدين لكم فمكم في ارض الواقع، مانعينكم. الدستور الجزائري ما فيهش حتى حق للمواطن الجزائري، ما عندكش حق. وكيديروا عقوبات قوانين حتى الدستور ما لقاوش كيديروا يدخلوا العقوبات للشعب الجزائري في الدستور. خرجوا بقوانين. بلاتي باش نوضح له عمي محمد الفانك ونعطيك الكلمه. بلاتي عمي محمد الفانك انا نعطيك الكلمه عمي محمد الفانك. هيك اسمح لي الله يرضي عليك. كنحترمك انت وبراغماتي مزيان، ولكني بحال هاد ما سينيسا. واش الشعب الجزائري كيعيش في الجوع وكيعيش كياكل لحم الحمير وكياكل الشرشمان المسموم وياكل كرعين الدجاج وكيعيش المعاناه؟ الحليب ما كيشربوش، كيشرب غير ما كيضحكوا عليهم. اللوبيا شد عليها الطابور تبون راه كيهضر عليها. هو كيكذب رئيس الدوله. تجي كيتكلم كيهضر كيقول لك انتم درتوا المظاهرات. انا نفتخر راه المظاهرات كاينين في فرنسا. هذيك راه كتسمى الحريه والديمقراطيه. كون الشعب المغربي شعب حر، الشعب المغربي له حقوق، له حقوق. الشعب الجزائري كيعيش عايشات العبيد.
ما عندك حتى شي حق، ما محققش الظاهر، ما كاينش حريه التعبير، ما كاينش حريه الراي، ما كاينش حريه الاختيار، ما كاينش حريه التظاهر، ما كاينش حريه المساهمه في السياسه ديال الدوله، الانتخابات كلشي يجيبوه لك مزور، الاحصائيات ما محققش. شبون خرج كيعطي الفلوس ديال الشعب الجزائري لدول اخرى كيقول لك اللي سول اين هي الفلوس يمشي للحراج. تبون داروا في الحراسه النظريه خرجت الجزائريه كتقول فين هو عمي تبون غير خوفا عليه، يا تبون هو اللي غيدير الحراج ماشي تبون، ولكن كاين اللي كيحكم في عمك تبون هما اللي داو الحراج، وما محققش تسائل فين هو تبون. انتم راه عندكم نظام عسكري كيحكموك اصاحبي، راه ما محققش انك تخرج تعبر على الراي ديالك. انت راك تخرج تعبر، خرجتوا غير قلتوا مانيش راضي داوكم للحراج. الشعب المغربي كيقول مانيش راضي على المنظومه الطبيه وعلى المنظومه التعليميه، خصنا فيها اصلاحات. مع العلم ان راه جيتي تقارن المنظومه الصحيه ديال المغرب مع الجزائر، فرق كبير بين الشمس والقمر. الشعب الجزائري كيموت بالهاتشيموتو، كيموت بالامراض من العصور الوسطى، الاطباء كيتظاهروا ما كاينش المستلزمات، الدواء عندكم كيتباع غير الباك صاحبي. وتجي كتهضروا نتوما دابا نتوما واش كتعيشوا واحد العيش كريم بصح؟ كتحس براسك انت تفتخر تكون جزائري كتعيش واحد العيش كريم؟ حتى حق صاحبي تغوت ما محققش، تغوت طلب طالب ما محققش، تخرج يقتلوك، ومنين يهضروا يهدوا فيكم بالعشريه السوداء. هذا هو اللي راه هذا هو الشعب. نخرجوا نقولوا الفساد لا، فين ما محققش حسب نظامك على ذاك الارقام اللي وهمكم ان الجزائر وصلت للقمر وفتالي ولا بين ليله وضحى. كيقول كل شيء الارقام مغلوطه، وبدا كيدخل الوزراء للحبس كيلوح الفشل ديالهم. ها انت بدا كيدخل الوزراء للحبس كيف الفشل ديالهم كيديرهم على الوزراء. ها انت ها هما كاع كلهم اللي طالب بشي حاجه كيدير الحراج. فين هما داك؟ فين هما؟ صبر نوريك. شوف على حال على مشكل، على كارثه كحله. الايتوزا عوض ما يبدلوا لهم الحافلات الايتوزا قالوا لهم ها اسمع شنو كاتبين لهم، نقصوا لهم في التذكيره. قال لك نقصوا لهم في التذكيره، ها النقل الحضاري 50%، واللي بغى يمشي قال لك اللي في عمره الفئه ديال 25 سنه 1260 دينار شهريا وزيد. دايرين لهم الروميز. يا وبدل الحافله الايتوزا راه كتقتل عباد الله، شنو غتنقص لي في التاشيره؟ هذيك راه ما يركبوش فيها حتى لله. عمهم تبون سلام الايتوزا يجيب لهم حافلات جداد، مشى كيقول لهم غادي نقصوا لكم، موت فيها ولكني مركب بنص الثمن ولا ما نعرف 50%. هذيك الايتوزا غادي نركب فيها انا؟ الايتوزا ما فيهاش شرويضه مسكده غادي تركبوا فيها ويقول لك يضحكوا عليكم، يقول لكم غنقصوا لكم في التاشيره. عوض ما يجيب اصول الحافلات يجيبهم جدادين اللي تليق بالشعب الجزائري. شوف شنو دايرين. ولكن انا بالنسبه لي الشعب اللي هو هكايا غادي مع هذا النظام هو كياكل فيه، مستحيل واش تكون عنده هذا واحد الضمير انساني اللي غادي يشوف داك الاوضاع داخل الجزائر. هذا خصو يموت في قلب داك الايتوزا، هذا خصو يموت في قلب داك واد الحراج. وحتى هذا المرض ديال هاتشيموتو اللي راه عندكم دابا في الجزائر راه ماشي شي مرض، غير التغذيه ما عندكش. يعني عندكم واحد التغذيه ما عندكش واحد المنظومه غذائيه اللي هي متكامله. عايشين هي بالعدس واللوبيا والحليب بالغبره والماء. ها علاش جات هاد الامراض. وزيد داك الاوبئه اللي كتخرج من داك الحراج، وهذا الحراج داك الواد، داك الاوبئه، داك الوسخ اللي كيطلق ما كيطلقش من تما. كاين الاوبئه ما كتمرضش، البيئه ما كتلوثش. وزيد عليها مازالين الجزائريين، لان داك الشركات اللي دخلتوا ديال اكسون موبيل وديال شيفرون الاسرائيليه كيجبدوا لكم الغاز الصخري، راه كيدير الانحباس الحراري وكيكون عنده تاثير سلبي على البيئه داخل الجزائر. زيد التجارب النوويه اللي ما لقاوها لكم الشماكين وانتم زيدين غير تخربوا، غير كيزيدوا غير يخربوا لكم في الجزائر. راكم غتبقاو تموتوا بحالكم، لا حسيب ولا رقيب. تقول لي غيحصيوكم ولا ما غيحصيوكمش، راه ما كاين لا احصاء عندكم لا ارقام صحيحه ولا حتى حاجه. النظام خارج كيقول حنا وصلنا للقمر، ولكن انتم راكم عايشين في الزيكو، عايشين في الزمر لتحت. وما تقدرش. انا راني النهار اللي خرجوا كيقولوا المغاربه راه غيكون حراك، قلت لهم راه ما غيكونش الحراك. محيت الشعب الجزائري كتبت له فرنسا دستور وجا كيوقع فيه، وفرنسا خايفه من المظاهرات لانه كتكون مظاهرات كبيره في الجزائر، حيدت لهم حتى حقهم في الدستور وخدامين كيسنيو عليه. عباد الله واش هذا شعب؟ هذه هي المنظومه التعليميه اللي عندكم. شعب ما قاريش، ما واعيش، ما كيعرفش ان الحقوق ديالو كيتنازل عليها، وموهمينكم على انهم درسوا حراك وجابوا لكم رئيس غادي يحكمكم بالديمقراطيه. وريني الديمقراطيه في الرئيس عبد المجيد تبون. من نهار بدا في هذا البرلمان، بدا في هذه الحكومه، من العهده الاولى ديالو وهو غير القوانين الجزريه، القوانين التعسفيه، القوانين الترحيليه، الخيانه والسب والقذف صباحا مساء وعشيا في حق الشعب الجزائري. هذا هو الرئيس اللي يحكمكم بالديمقراطيه. ما كان بوتفليقه كيقول لكم مافيا، كنتي في عهد بوتفليقه تشدوا شي طوابير، كانوا فيكم هاد الامراض اللي كتنتشر. هاد الحافلات الايتوزا راه كانوا باقيين خدامين، يجي تقولوا له بدل لنا الحافله يقول لك لا نقصك في التذكيره. علاش تركبني انا في داك الحافله غتقتلني؟ علاش؟ هذه هي الجزائر، هذا هو الشعب. علاش كتشيتوا؟ علاش؟ انا بالنسبه لي كمواطن مغربي شفت واحد الخلل في المنظومه الصحيه من حقين نوض نصلحوا، واحد الخلل في المنظومه التعليميه. وعلاش كنقولوا التعليميه؟ ان المدارس البريفي بداو كيتفتحوا بزاف، قلنا لا بغينا المدارس العموميه يتفتحوا بزاف،
ها فين كاين المشكل. هما القرايه كاينه، المغرب كيخرج امهر طلاب وامهر الجامعيين معترف بهم عالميا. الجزائر اش كتخرج؟ الجزائر اش كتخرج؟ وزير التعليم العالي عندكم ما كيعرفش يحسب من 1 ل 10، هذا وزير التعليم العالي عندكم ما كيعرفش الناتج الاجمالي السنوي الخام ديال الدوله مع الناتج خارج اطار المحروقات. النمو خارج اطار المحروقات ما يعرفوش، ويتكلم على النمو ديال الجزائر وكيخلط ويجلط داك الارقام وداك التصريحات اللي كتكلموا بها. وزير التعليم العالي عندكم والوزاره اللجنه المكلفه بالانتخابات كتخرج لكم نسبه الانتخابات 102%. منين جاو هاد 2% من المغرب؟ ولا صوتوا على من تونس ولا صوتوا من موريتانيا؟ منين جابوا لكم داك الجوج؟ ما كتعرفوش تحسبوها صاحبي، ما كتعرفوش تحسبوا. تبون قال لك عندنا 11 مليون رقص غنم، وفي التالي قال لك ما عندهمش شي كيجيب لهم مليون راس الغنم وكلها مريضه. داك الغنم كله من داك اوروبا، داك داك رومانيا ما بغاوش يشريو الاوروبيين داك الحواله لانهم مرادين، راكم شفتوا الدود عندهم في راسهم. والمواطن الجزائري بحال الكلب كيفترس في داك اللحم الفاسد، خروف ميت فيه الدود وخرج له من راسو وهو جايبوا له تماكن وجالس ياكلوا. شكون اللي ياكل داك الخنز داك الجيفه هكاك حاشا داك النعمه ديال داك الحيوانات؟ شكون اللي غياكلها؟ ما تقبل عليها غير الجزائريين. الاوروبيين ما كلاوهمش وجايبهم لك انتم ب 70 اورو ويحشيها لك ب 200 اورو، وقال لك راني جايب المستورد لهم ودعمهم 200 اورو، هو شاريها ب 50 اورو للراس. وقال لك وفي التالي دالهم كاع كلشي. ما دار الله خير في هذوك اللي ما كلاوش داك الخرفان. كاع اللي كلاو الخرفان ها هو بدا كينتشر فيهم المرض. ها اللي كلاو الخرفان، والله اللي ما كلاش الخرفان الخوتي لا حمد الله ما كليتوش داك الخرفان اللي جاب عمي تبون، لان داك الخرفان مريضه. شوف شنو دارت في الشعب الجزائري. قال لك هادشي كله عنده علاقه بسوء التغذيه والجائحه كورونا. الناس ما ملقحينش، زاد جاب لكم داك الخنز كليتوه، ها هما الناس بدات كتموت لهم سماكين. ها الناس بدات كتموت دابا. حتى هادشي هذا قال لك ما لقاولوش الحل. قال لك المشكل الطب، قال لك ماشي مساله متعلقه بالدواء ولا بالطب، مساله متعلقه بالتغذيه المتوازنه. منين غتجيب حتى الجزائري البنان وتا واحد جاب لك البنان ضربوه ب 11 عام الحبس؟ منين غتجيب البنان؟ منين غتجيب الجزائري نتايا اش كيقولوا له المشقات الحليب، وانت واحد بغى يصوب لك اللبن عطاوه 10 سنين د الحبس؟ منين غتجيب هاد المنتوجات وانت سادين عليك؟ منين غتجيب ما تاكل؟ غتجي تقول لي ارى الامور بخير؟ واش غتكذب انت الواقع كيقول الشعب الجزائري مسكين كيعاني، الشعب الجزائري كيقاسي، الشعب الجزائري كيبكي، الشعب الجزائري ما قادش يعبر حتى على الراي ديالو، الشعب الجزائري عيا ما يرغب دابا ولا عطاه غير الرغيب. حتى فاش كيبغي يطالب كيبقى ويشيت ويلحس ويدير لك واحد الجمله: عمي تبون راه بغينا هذه، الله يجازيك بخير يا عمي تبون. وهو قال له كاع الجزائريين ناداو عليا، انا صميت ودني، قالت له قال درت راسي ما كنسمعش. قال لهم صميت ودني ما كنسمعش. والجزائر القوة الضاربة ما شاء الله، وهما الشعب مسكين راه قال لهم نفهم الديب ياكل النعاش. شوف كيولي عاملهم معاملة النعاش، ترضى هذا الشيء؟ ولكن نتوما راه هذا هو حالتكم، دائما كترضاو الخنوع. هذا ماشي العبودية، هذا التعبيد. هذا وما فرق بين واحد يوالف بالعبودية لأنه كيعبد واحد الشخص طوعا، نعبد الله طوعا، ولكن هذا راه العبودية، النظام كيحكمك بالديكتاتورية. دستور صاحبي ما فيهش حق واحد المواطن الجزائري، وما لقاش كيدير يدخل هذا الجزائري للحبس خارج بقوانين. انا قلت سبون كيسن قوانين غادي يرحم هذا الشعب ساعه هو ما كاين غير 30 عام الحبس. وديما اللي نحكموا ماني طالبوا، عندي حجره في يدي اللي خرج نعطيه للراس والله هادو مقصوده وراني داير وغنسوعدك وندير ديما يتوعد. هذا جايب له من الجيش نشرو في قلب المدن. اش جاب ذاك الجيش نشرو تما؟ كاين تدخل في حرب قانون التعبئه العامه، القانون 89، القانون خرق كاع الدساتير. فرنسا رحلت له الجزائري ما بغاش يقبلهم. تبقاو تخرطوا علينا. هضروا صاحبي كونوا رجال صاحبي، ترجلوا غير شي شويه، ترجلوا. انا بغيت الجزائريين يوليو رجال، بغيتكم ترجلوا ما تنتفضش. قول غير كلمه الحق. راه قال لك إن لم تكن مع الحق فلا تطبل للباطل. راه الشعب الجزائري مساكن والجزائريات كيموتوا عندك في البلاد، وانت هنايا راك جالس كتطبل للباطل وكتشيط النظام اللي كلا لك فلوسك وهزا وعطاها لاسرائيل وهزا عطاها لامريكا وعطاها للصين وعطاها للبنان وعطاها لدول اخرين، وانت مازال كتموت في حافله الايتوزا. منين جيتوا الحافله وقعت كارثه قال لك نقصوا لكم في التاشيره. شكون قال لك داك الشعب هذيك الحافله صالحه للركوب؟ اجيب لنا الحافلات اصاحبي، يقولوا له بغينا الحافلات. قالوا الشيطان اصاحبي بنادم يهضر معايا بشي هضره اللي هي منطقيه وحق ربي الا كتعصبون. نزيدك كمل. كيقول لك خلي عمي محمد الفانا، خلي محمد الفانا صاحب الله يرحم الوالدين. ما نناقش معاك، ما نناقش انا معاك. الله يرحم الوالدين. لا تبغي ربي، لا تبغي النبي، ما نناقش انا وياك. هذه هي. وهذه كامل اللي بغيت نتكلم على الجزائر باوهام باكاذيب. تكلم. انا كجزائري عندي فكره اخرى. انني حاسب المغربي عايش بلاتي وكسره، والله لا حاسبيكم كيما هاك، حاسبي قارديكم الشر. واش بزاف فيديوهات الناس بالحمير ما فهمناش. تصاوير قدام، فيديوهات قدام يجيبوهم لنا، فهمونا نتوما.
شغل ما فهمنا والو. شنو الناس عايشين في الجبل بطايين عندهم تيوك صايرين، الناس يجوا يتفرجوا فيهم، توضى هكا ساحه تعرفنا تلقى واحد قرد، واحد يمسح في صباط. شغل هادو الصوالح ما عندناش هنا في الجزائر. شغل انني حاجه كمال كيما انت هادشي والله يعلم والله يعلم هادشي هذا اللي انا عمري ما كتب ربي هادشي هذا اللي اسمعني هادشي اللي كتهضر فيها عمي محمد الفاناك راه عندكم غير في الاعلام الجزائري. الاعلام الجزائري هو واحد الاله مسمومه كتسمم العقول ديال الشعب الجزائري. الاله الاعلاميه داخل الجزائر عندكم اللي كتخدم وكاله من طرف النظام كترسم لكم العالم كله مخرب. عمك سبون صاحبي، شوف دابا انت بالله عليك، عمك سبون كيقول لك الجزائر احسن من فرنسا، الجزائر احسن من فرنسا. عندكم وزراء كيقول لك الجزائر احسن من سويسرا، وكيرسموا لكم في سويسرا راه مهمشه، الامارات داروا لكم فيها الخيم، وانت جالس كتصنت المغرب كيقول لكم راه فيه وفيه. داكشي اخي العزيز راه عندك غير في عقلك. والواقع يقول الشعب الجزائري مسكين هربان من الجزائر كيركب في قارب الموت يوميا 50 قاربه صاحبي. الواقع كيقول ان العيالات في الجزائر مساكن راهم كيموتوا ما كاينش شاش اللي يقبطهم في الطبيب. الواقع كيقول الشعب الجزائري بقوه التغذيه اللي ما عندكمش راه ولا الناس كتمرض بامراض اللي هي خطيره كتفتك بالناس. راه الواقع صاحبي خلي داك الشيء. الواقع يقولوش عمك تبون خارج بوجهه صحيح. حنا العثماني قال الوضع في المغرب احسن من الوضع من فرنسا، بقينا شادين فيه وحيدناه كاع غير على هذه الكلمه. قال لك الوضع في المغرب احسن من الوضع في فرنسا في عام 2016، والوضع في المغرب ديك الساعه ماشي بحال الوضع في فرنسا، وكلنا كنقولناها وحيدناه. تاع عمك تبون خارج في 2025 تشد الطابور كيوصل حتى المالي ويقول لك الوضع في الجزائر احسن من فرنسا، وفرنسا قال لك الجزائر احسن من فرنسا، وعندك وزراء كيقول لك هو ينهب في الفلوس ويقول لك الجزائر احسن من سويسرا. تا توصل لسويسرا سي محمد الفاني، انت غتوصل باش غتوصل بوضع في الجزائر بداك 120 دينار اللي كتشدها في الشهر غتولي انت احسن من فرنسا ولا؟ فيقوا صاحبي، فيقوا من القلبه، فيقوا من القلبه. ولا غتحاسب شن قريحه، لا تحاسب شن قريحه. داك الضباط مساكن 3 اللي ماتوا في قلب الجزائر اللي هما ضباط كانوا في الجيش الجزائري وتغتالوا مساكن جهه تمن راس، شكون اللي غيحاسبهم؟ علاش ما درتوش التحقيق؟ داك قائد الدرك الوطني الجمهوري اللي مات في الجرده ديالو في 2024 من بعد ما طلع عبد المجيد تبون قال لك كانوا يحاولون اغتيال سعيد شنقريحه. لقيتو شكون اللي قتلوه؟ لقيتو داك التكانات العسكريه اللي ناضوا بيناتهم تما كاين حرب اهليه ناضت في الجزائر. لقيتو شكون اللي قتل داك الشيء؟ باش منين دابا ولا الجيش ما قادرش يحمي حتى الضباط ديالو. اصدقائي قول لي شكون هادو اللي قتلوهم؟ شكون هادو؟ يقول لك اسمع كمان، يقول لك في الجزائر ناصر الجن اللي هرب، ودابا الجنرال حسن هرب. هذه دوله الجيش منتشر في قلب الاحياء الجزائريه، هذه دوله الناس كتموت مساكن وخايفه تعبر على الراي ديالها. فيق معايا يا عمي محمد الفان، خليني من اعلام الزيكو ديالكم، راكم انتم اللي كتقولوا اعلام الزيكو. شوف كمال ما تغلط حتى واحد، ما كاين عسكر في الجزائر، ما كاين والو. اصدقائي راه كاين العسكر في الجزائر عمي محمد الفان، كاين عاد الشيطان. يا كمال نقول لك حالة الشعب الجزائري. اسمع كمال يعني نقول لك حالة الشعب الجزائري استراحة المحارب. رانا مريحين دروك، خلينا نتبعوا في تبون. بالك كذاب، بالك تقول الصح. المنظر يعزى وتبغي تكمل. حنايا كيما يقول لك الديب تنحشي على خطره، ما تنحشي على 2 خطرات. اذا عمك سبون، انا غير كنتفاعل معاك عمي محمد الفانك، انا غير كنتفاعل معاك يا كمال غير كنتفاعل معاك يا كمال غير كمل من بعد نتفاعل معاك. الدستور تاعنا شنو يقول؟ الدستور تاعنا شنو يقول؟ 2 ماندات بوتفليقه بدلها ردها 4 هما ولا قال لك 2 ماندات يحترم 2 ماندات يمشي اعز في التاريخ تاعو، يبقى رئيس الجمهوريه كيف اليمين زروال عمد راسه رانا واجدين نطيروا هو والراسه تاع بو الراسه تاع بوه. هذه نقول عمي محمد ما كاين لا اراقات. اسمع كمال، ما كاين لا اراقات بالدفاع. اسمع كمال دابا انت نولي نرد لك الكلمه غير اسمع. دابا انا قلت هذه الكلمه عجبتيني، قلتي لي نتوما كتبعوا عمي تبون تشوفوا واش يكذب. اسمع هنا عمي تبون اش كيقول، اسمع هنا باش هذا الرقمنه ننتهي منها في هذه السنه 25 بلاتي ماشي هذه. هنا اسمع هنا نهايه 24 نوصل للرقمنه نهائيا، نهايه 2024 نوصل للرقمنه نهائيا. هنا اسمع اش كيقول، نتمنى باش هذا الرقمنه ننتهي منها في هذه السنه 25 2025 كيتمنى. اسمع هنا شنو كيقول،
انا قلت سنه 2027 بالنسبه للجزائر. هنا قال 2027 ولا قال لكم 24 ولا 25؟ دابا شنو ولا قال لك سنه 2027؟ هذا ماشي كذوب. اسمع كمل. ماشي كذوب. اسمع كمل يعني اسمعوا فيه. ماشي وراه كذوب. فاشل، راه فاشل في الهضره تاعه. يسقط روحه يكمل على العهده تاعه، ما يسقطش روحه يطير. هذه هو عارفها في راسه عارفها. يسقط روحه بالك الحراره تاعه بالك حاجه غير يخبط علينا فاهم. بس عندنا حاجه يسقط روحه رانا معاه، ما يسقطش روحه سطب. ما عندناش حنايا بروبليم ولا وباش يكتلوا منا ولا حنا نكتلوا منهم. هذه قلعها من راسك، حنا تربينا صايد ديب كيما قال لك نحشي على خطره نحشيت لنا قصره وصرا فينا الفي وكاع خلصنا. شكون ما خلص في بلادنا كاع خلصوها بالغاليه. اللي مات ولكن يا عمي محمد فانك راه كيديوكم من الحباسات اصاحبي، راه كيديكم من الحباسات دير قوانين اصاحبي. قانون 89 العقوبات راه دخل في عبد المجيد تبون 570 شخص مسكين من الجزائر اللي قالوا اللهم هذا منكر. 750 شخص اصاحبي دخلوا من الحباسات بالقانون ديال القانون 89 ديال العقوبات اللي داروا عبد المجيد تبون في 2024. من 2024 لدابا تدخل نتايا 750 معتقل مسكين فقط قال مانيش راضي منهم. اللي قال مانيش راضي من كلها وشنو قال كيطالبوا غير بالحقوق. اصاحبي راه كيقتلكم اصاحبي، راه النظام كيقتلكم، راه النظام كيقتلكم. عمي محمد الفنان فين هي حريه التعبير؟ يا صلي على النبي يا كامل. حنا الجزائريين ما نخرجوش لا طلب الحقوق، حنا نخرجوا الناس هتخرج تقول لك اسقاط النظام. الناس فهم تكلموا عندنا في البلاد في الخارج هم يقول لك هذا النظام خصو ينقلع. هذيك الهضره ما بيناتنا حنا الجزائريين. بس باش تقول لي الناس يدخلوا في التفاصيل، هذيك عندنا تفاصيل ونبدا نتكلموا باللي عندنا سبيطارات بس سبيطارات عيانين تاع الدوله. هذه واقع عندنا سبيطارات وين تدور في زوقه كاين سبيطار بس عيانين. وعلاش ما تخرجوش تطالبوا بالاصلاح ديالو؟ المدرسه ثانيك المدرسه علاش ما تخرجوش تطالبوا بالاصلاح ديالو؟ علاش؟ اسمع وين الدور المدرسه كاينه مدرسه بس ساكن شغل بها في ماشي متهربين فيهم الماكله ما ياكلوش غايه راك فاهم. وعندهم لي بيجي وعندهم كاين واحد اللي فويت فاهم. هذه واقع في الجزائر. لا علاش ما تخرجوش تصلحوا هذه المنظومه الصحيه؟ علاش؟ بس ماشي ما عندنا السبيطار. انا نسمعوا في الناس راهم يقولوا يصلحوا. انت حنا راه عندنا السبيطارات ولكن كاين خلل في التسيير. علاش ما تخرجوش انتم تطالبوا بالاصلاح؟ يا كمال الناس ما خرجت ما قالتش الشعب يريد اصلاح المستشفيات. قال لك ما عندناش سبيطار. قال لك الشعب يريد سبيطار. فوقاش هادشي فوقاش هادشي انا عندي خلل في التسيير. عندي خلل في التسيير. انت ما عندكش. فوقاش قلتوا هذا الشيء؟ فوقاش قلتوه؟ انتوما ديما تقولوها ما تاخذوش. شنو نقولوا حنا؟ تقولوا خاصنا سبيطار خاصنا مدرسه. يا لطيف يا صاحبي راه كنقول اسمعني اصاحبي كنقولوا اصلاح. تقولوا العيش الكريم هو العيش الكريم في النظام الشرعيه. هذا الكلام اسمعني عمي محمد الفنان. الشعب كيقول اصلاح في منظومه الصحه واصلاح في منظومه التعليم. راه حنا فاش كنتكلموا منظومه الصحه كنتكلموا على الاطر الطبيه، على الزياده في الاجور لذاك الاطباء وذاك الممرضات اللي هما كيكونوا في الطبيب. كنطالبوا لهم بالزياده صاحبي. لذلك انت راه ما عندكش المستلزمات الطبيه. راه الشعب كيتضامن معاياش في الاصلاح في المنظومه الطبيه. حنا كنقولوا لهم زيدوا الموظفين. اسمع اما انت عندك في الجزائر والاطباء كيخرجوا كيتظاهروا كيقول لك ما لقيناش حنا باش نعالجوا الشعب. راه ما كاينش المستلزمات. انت عندك طبيب خاوي فيه مخاطر خشبه اللي بغى يجي يجلس في الارض وكتقول لي عندك سبيطار باش غيداويوه. فين المستلزمات والمعدات؟ ما كاينينش. يا كمال انا قلت لك في بلادي انا عايش في الجزائر نحكي لك عليها. وين الدور في زونقه كاين سبيطار، في دوار كاين سبيطار. المشكله دوك انت جبت لنا فيديو من القبه بالك فيها مليون بنادم بالك فيها 50 سبيطار مخصوصه. هنا هو ولاد القبه يتكلموا على الحقوق تاعهم ويتكلموا على حق بان مخصوصين. هذه هي بس ماشي ما عندنا السبيطار. هذه مشكله. عندنا فرق في الصروات. انتم في المغرب السبيطار عمي محمد غنوها ماشي مساله. اسمعني يا صاحبي تقولوا عندنا تينا وما عندنا سبيطار. اسمعني يا عمي محمد الفانك. تقولوا بالله اسمعني عمي محمد الفانك. الاولويه للمدرسه والمستشفى والاولويه ماشي الكاس افريقيا. هو غير اسمعني اولا باش تعرف عمي محمد الفانك. انت كتقول عندك سبيطارات. دابا انا هذه الدار اللي ساكن فيها غنوض في الصباح نكتب فيها مستشفى عمومي ما فيها حتى حاجه. منين غيجي اللي يتعالج عندي فيها غير الدواء الاحمر والبيطادين والفاصمه. انت راه المستشفيات ديالك انت راه ما عندكش المستلزمات الطبيه يا عمي محمد الفانك. انت راه ما عندكش المعدات يا عمي محمد الفانك.
انت راه الاطباء كيخرجوا كيقول لك ما عندناش المستلزمات الطبيه. عمي محمد الفانك، انت عندك بنايات من عهد فرنسا، عندك سماكين لان فرنسا كانت عندها سماكين الجيش ديالها كانت كتعالج فيه. اعطيني مستشفى واحد بناه لك عمي تبون من نهار طلع للجزائر كرئيس دوله. راه المستشفيات من عهد فرنسا عندك، ولكن المستلزمات الطبيه ما كايناش. مازال عندكم الوسائل اللي كانوا يخدموا بها الجيش الفرنسي تما، عنده الموس مازال كيقطع بالموس ديال حاده، ما جابش حتى موس ونقص باش يداوي عباد الله. عمي محمد الفانك راه ما عندكش منظومه طبيه، راه نتوما الجزائر المنظومه الطبيه فاشله. راه ما عندكش حتى سرير فين ينعس المريض، راه كينعسوا العيالات في الزنقه. راه ما عندكش لابيلانسات فاش يهزوا الناس اصاحبي. راه عندك انت يا سماكين طونوبيلات كيهزوا الناس والطرقان ما كاينينش، البنيه التحتيه ما كايناش. واش غادي تقول انت عندك طبيب؟ نتوما مرا عندنا جات عندكم لتما كان فيها حريق الراس درتوا بها الفضيحه ليله عالجناها بحال هذيك كيديروا الناس بها الفضيحه. الناس كتموت بالدفتيريا والبكتيريا وكتموت بالكورونا وتموت بالمصيبه ديال داك اللي كتضرب الكوليرا. واش باقي شي واحد في هذا الوقت كيموت بالكوليرا عمي محمد الفانك؟ باقي شي واحد يموت بالسخانه في هذا الوقت؟ باقي شي واحد؟ انت عندك في الطبيب. علاش دايرين اتفاقيه مع فرنسا باش تمشيو تعالجوا الامراض المزمنه؟ ما قادرش. انت ما تقدرش تعالج الامراض المزمنه عندك في بلادك. انت الناس اللي قاسوا السرطان خصو يمشي لفرنسا، يمشي لفرنسا. امراض مزمنه، واحد مريض بالسكر خصو يمشي لفرنسا يتعالج، واحد مريض بالسرطان خصو يمشي لفرنسا يتعالج، واحد مريض بهاد الهاتشيموتو اللي جابوا لهم خصو يمشي لفرنسا يتعالج. في الجزائر عندك كيعالجوا تفليقه الا مفلق، السخانه يديروا لك لا اله الا الله محمد رسول الله حتى كتزول الراس ويقول لك راني داويتك. والاطباء اصاحبي راه منين تلقى الطبيب خارج كينتفض ويدير مظاهره وكيقول المستلزمات الطبيه غير متواجده في المستشفى. راه تما كاين لك غير البنيه صاحبي، غير بنايه وكيقول لك هذه راه مستشفى. واش غتعالجني انا بالفاصمه؟ واش انا باجي عندك تقول لي الفاصمه على راسي الا جيت ضرب قصيده؟ راه خصك دير لي السكانير وتشوف لي العظم وتشوف. انت ربي محمد الفانك شوف غير باش نكمل لك، باش نكمل لك اصاحبي. يا ريت لو كان لقينا فيكم الرجله ديال انكم تخرجوا تطالبوا كيف ما خرج هذا الشعب المغربي كيطالب بهذا الاصلاح، والحكومه جالسه تما كتقلب على الحلول وكترفع في الميزانيه في منظومه الصحه ومنظومه التعليم، وحنايا مازالين متشبتين لاننا خصهم يحيدوا هذه الحكومه. الناس راهم عارفين شنو كيديروا. انت يا صديقي كتقول لي عندنا الفساد ولكني ما تخرجش. علاش ما تخرجش؟ حيت قامعك النظام. لاش ما تخرجش؟ حيت عمي تبون ندير لك القانون 89 ديال العقوبات، العقوبه الحبسيه 30 سنه د الحبس. علاش ما تخرجش؟ حيت قانون التعبئه العامه غيدوك الحراش. حتى مواقع التواصل الاجتماعي. انت عمي محمد الفانك انسان طيب وعارف الفساد، ولكني خايف من العقوبه وهذا الشيء هذا. راني لا انا انسان واقعي، انا كمان انسان واقعي. خايف ما تقدرش. انا مخلوع، انا دير بحالي. شوف انا كنقول اصلاح منظومه الصحه ومنظومه التعليم داخل المغرب، ونقدر نقول اقاله وزير الصحه واقاله وزير التعليم. خرج انت قولها، خرج قولها الحر، خرج قولها انت الحر، قولها من هذا اللايف، قولها من هذا اللايف السي محمد الفانك. يا كامل انت يا كامل خليني نهضر، يا اخي قولها، يا اخي خليني نهضر، يا خليني نهضر، قولها يا اخي خليني نهضر، يا خليني نهضر، قولها باش نعرفوك راجل اصاحبي، باش نعرفوك راجل اصاحبي. قول ان هذا الوزير هذا سعيد سعود اللي داروا لكم عمك في وزاره الداخليه وزادوا اللي هو تسبب في حادثه الحراش، قول له اسقاط سعيد سعود، قولها له، قول له يحيد سعيد سعود، ماشي نتوما اللي درتوه. هذا قتلكم وتبون جا ضد اراده الشعب ومشى كيعينوا كيزيد يرقي. هذا وزير الداخليه وقال له ما تفاتكش وزاره الداخليه وضم لها وزاره التعليم. هذا يقوم بالتكليف ديالو، هذا خصو يكون في الحبس. هذا كمال ما تقدرش الموضوع ما تقدروش يا عمي محمد. والله ولا يديوك الحراش قسما بالله. عمي محمد والله وقلت هذا شي الحراش شتو القمع المنهج اللي هو داخل الشعب الجزائري الخوت. الشرطيات النفسي اللي داروا هذا النظام الجزائري، العقوبات والخوف والرعب اللي كاين في الشعب الجزائري. ها هو الشعب الجزائري الحر ما يقدرش. وزير الصحه وزير النقل حشاهم في واد الحراش وجا تبون رقاه وداروا وزير الداخليه وزاد وزاره النقل ودارها لهم وما جاب لهمش الحافلات، قال لهم غادي نخفضوا لكم التاشيره وغتركبوا في الايتوزا. موتوا فيها. هذه دوله. خرج قول وزير النقل سعيد سعود، قول له اللي رديتيه هو وزير اول ولا رديتيه وزير الخارجيه، قول له اش رقيتي راه قتلنا. تفضل يا كمال. لو انت جبت الايتوزا جبت الافكار بزاف وتهرب من المواضيع. جبت الايتوزا انا كجزائري وانت تشوف بلي الطريق باش تركب فيك كار تاع موت 3 ميل نورمال. انا تجيك عاديه تنجم تفوت على قلبك 3 ميل تركب تغدا منها تغدا ونركب كامل هكا هي باه شوف ماشي كدونا كاع
كاينين اللي يقتلوا، بس غنديروا 90% ولا ما يقتلوكش. انت انك تحافظ على روحك. عندك اصاحبي، عندك اسمع اصاحبي كامل، عندك 30,000 حافله، عندك 30,000 حافله كل العمر ديالها، كل العمر ديالها الانسان يتكلم، و30 حافله العمر ديالها اكثر من 30 سنه. كامل ما تخليش انسان يتكلم كامل. حديث ثنائي. السلام عليكم. يعني نقعدوا على ندير ميوت ونسمعوا برك وانتم تتكلموا كاملين. تمضلوا كامل وانت كيتكلم ما تكلمش ولا جينا نردوا عليه. نسمع وانت تتكلم عمي محمد. عندي زوج كلمات بركوني هذه هي. ما احنا فور عليكم كامل كما قال لك ماضينا هو مستقبلكم. نتمنوا لكم تنجحوا في حراك، ديروا حاجه تبدلوا على السياسه تاعكم، ديروا حاجه حنا تنفرحوا بكم. هذا كي شعب كيما انتم. انا كنت باش كتهضر لي بوتفليقه قتلوه ما قدرتيش تحاسبوا، بوضياف قتلوه ما قدرتيش تحاسبوا، بوتفليقه راه قتلوها صاحبي، راك ماشي انت اللي زولتي. بوتفليقه راه قتلوها عمي محمد الفانك، ابو بوتفليقه راه قتلوها صاحبي. ما تقدرش تزول. والله ما تزول انت من الجزائر تابعه للرئيس، والله ما تقدر تزول يا كامل والله ما تقدر تزول. يا كامل انت بوتفليقه قتلها لك كتقول لي زولت وانت مريض، كتقول لي شي حاجه الحجايه. عمي محمد واش كتهضر انت؟ خلينا نتكلموا. انت هذيك الكلمه تاليه وين الكلمه تاليه؟ الله يرضى عليك. كلمه تاليه كلمه مفيده منك عمي محمد. الله يرضى عليك. سمعتني؟ زوج كلمات من الصباح عمي محمد. احشم علينا خلينا نقولوا زوج كلمات وانا عاطيني نقعد بات هنا الصباح. ما نهبط. الله يرضى عليك. السلام عليكم الاخوان، شكرا على الاستضافه. عندي مجرد كلام فقط. الاخ كمال مصباح، وانا نسمع فيك يعني من وقت ما سينيس نشوف فيك عندك حق كبير بالنسبه للجزائر. يعني اي انسان يتكلم كلام لا راك تهاجمه، يعني دي حقيقه. لانه مع العلم انا نعرف مي كنت دير لي لايف في وقت السياره من وقت 2020 مي كنت دير السياره بالكدمان الابيض، يعني قبل ما تولي دير لايف في الدار. هذه يعني للامانه كنت دير لايف محترم. مازال عندي الكتمان الابيض صديقي العزيز، لان هذه ماركه كيجيبها لي السورداني المغرب، ماركه اوريجين. لذلك لو كان عندي الماركه اللي كيجيبها عمي تبون راني بدلتها. ها هي باقي الكتمان. لا ماهوش عمي يتبونها اخي. لا نحن لا نقدس الاشخاص. انا عمي في الدار، انا ليس عمي يتبون. انا عندي ناس كل كيف. انا عمري لا قدسنا الاشخاص. انا نذكرك برك لانه واحد النهار كنت ندير لايف في السياره، قلت لك لماذا ندخل المنزل؟ قلت لي ما نجمش ندخل الدار لانه يسمعوني خوتي في الدار. ممكن تكون فكرتني في 2020. درك الحمد لله راك في المنزل تتكلم بكل بقى الحمد لله. يعني نهضروا بنقاش اخذ وعطاء وفقط. وشكرا على الاستضافه. راني مصباح ونشوفك يعني اي جزائري يتكلم معك عندما تتألم ترد له يعني صاع صاعين السم في نص العسل. يعني راك تبدلت موش كلام كمال بكري، كنت تتكلم باحترام معك مناظرات. سم في العسل، نطالب لك بالحقوق ديالك. سم في عسل هذا. لا يا اخي انا ما تنجمش طالب الحقوق ديالي لاني انا نتحداك مباشره. نفتح الكاميرا انا وانت. انا نقول على ان وزير النقل اللي هو قتلكم في واد الحراش، ما يهمنيش يا اخي وزير النقل. انا وزير النقل اللي قتلكم في واد الحراش ينقي عبد المجيد وياخذوا وزير الداخليه وليت انا كنقص السم في العسل. يا اخي كمال الفرق بيني وبينك انا لا اقدس الاشخاص. ما انا لا نستعرف لا بوزير النقل لا بوزير الخبر. انا تتحداني انت كشخص نتكلم معك مواطن جزائري مع مواطن مغربي. ما تحكي لي على وزير لا على رئيس لا ايا كان، لا عمي لا عمك. انا نتكلم في المثل النفسي وانت تمثل نفسك، لانه في ابسط الاشياء ما تنجمش تناقشني في الامر هذا. فهمني خويا كمال. انت قلت لي يكذب انا الامر هذا ما يعنينيش بتاتا. يعني ولا جزائري كان معك البث ننتقد الملك ديالك. ما سمعتش كلمه ملك بتاتا. معليش مهند، معليش مهند انت كيما يعنيكش هذا الامر لا طالع هنا. لا هذا الموضوع احنا رانا نحكوا فيه هنا. كيما يعنيكش هذا الموضوع لا راك طالع هنا. معليش كيما تعنيكش هذه المواضيع تعنيك نفسك ونفسك. علاش راك طالع هنا؟ احنا رانا نحكوا في مواضيع خاص، مواضيع عامه. انت كي تعنيك نفسك علاش راك داخل؟ لا معليش جاوبني. لا دروك راك تهضر تقول نفسي منين نفسك على راك طالع هنا؟ ياك حنا رانا نحكوا على التب، نحكوا على تبونا علاش نقريحه على كذا. منين ما يعنيكش على راك طالع؟ منين ما يعنيكش على راك طالع؟ جاوبني. لا معليش جاوبني. انت قلت معليش انت راك هضر دروك قلت انا تعنيني نفسي ونفسك وشخصك وكذا. دروك جاوبني انت. دروك يولد في الشخص انا احنا رانا نحكوا على تبون وجماعته. منين ما يعنوكش علاش راك طالع هنايا وتاكل في روحك وتنتقد في كامل؟ والله انا يعني عندي ما تكبسش. عندي واحد كيما انت اللي نحكي مع كمال عنده تاريخ في التيك توك
تم اقعد شيخ. ربي يبارك، ربي يبارك له ومن بعد ربي يبارك له. اسمح لي صح معليش كي عندك تيري في التيك توك. اسمح لي معليش انت كي راك تقارن روحك بكامل. دقيقه صح دقيقه كي راك تقارن روحك بكامل شايف روحك كي شغل مستواك خير من مستوى كامل مثلا. انا كمان نعرفك لا معليش انا سالتك ببساطه، جاوبني ببساطه. هل مستواك مثل مستوى كامل مثلا؟ مانيش قاعد لك اخي الفاضل نتكلم معك كمال. معليش كي راك تقارن روحك بكامل هل مستواك مثل مستوى كامل؟ دير بث عندك ومرحبا بك يا اخي، دير بث عندك. صح معليش انت راك جاي تشخصن في الاحوال في الامور. انا فانيك تعنيني انت، ما يعنينيش تبون دروك. انت دروك راك تقارن روحك بكامل. مثلا كمال عنده منصه، عنده جمهور، عنده كذا، يعني دروك هو اصلا يعني القدرات تاعو هي اللي مكنته. دروك انت مثلا تقارن روحك مثلا بكامل على مستوى منصات التواصل، على مستوى الثقافه، ولا على مستوى الماده. على بالك باللي اسمح لي صح دقيقه كي تحكي على الماده. كي تحكي على الماده انا نعرف كلب. اسمح لي دقيقه برك ما تقلقل، دقيقه برك ما تقرا علينا صح، برك ما تحزق علينا. اسمح لي كي نقارنوا صح. معليش كي نديروا المقارنه. معليش مهند، لا انت دخلت دخله. هو ان كاين جزائريين مساكن كيعبروا على المعاناه اللي كيعيشوا. نعرفوا الجزائريين، نعرفوا مليح كمال. على تهرب انتم كلشي كتحيدوا الجنسيه، انتم كلشي كتحيدوا الجنسيه. انا قاعد تهرب. انت لا جزائري يا صاحبي، جزائري من حقه انه يحارب الفساد. ما يهمنيش يحارب الفساد. لماذا تكلمش كمال؟ واجهني انت راجل مع راجل. صح انا نفهمك علاش. صح انا نفهمك. دقيقه كامل ساعات انا معاك. معليش انا بالنسبه لي صح. معليش انا بالنسبه لي كمال يمثل من الصح. اسمع شوف انبعر صح انبعر. اسمعني صح معليش اسمعني انا بالنسبه لي كمال مثلا يمثل. اسمع صح ما تحكيش معايا انا صاحب البلد. سبحان الله. شوف انا كمان معليش انا بالنسبه لي كمان معليش ندافع عليه. اسمع لي كاين عده اسباب خليني ندافع على كمان. اولا اسمع لي معليش اولا كيما كتقرر روحك به. انا نجاوب ضروري فيه. اولا يعني كمال يعني بالنسبه لي صاحب القلعتين غنشوفوها. صاحب القلعتين نشوفوه بلاتي ومن بعد نعطيوه للتبون. اوكي نشوفوهم بعد. صاحب القلعتين يعطيك الصحه. انت تكلمت كمال قلت كلام باللي تبون كذاب. اي انسان يكذب بصح. شي قلت انا ولا انسان تكلم لك على الملك قلت لي ما كانش يتجرأ يتكلم. انت انسان ملاحق تتكلم الحقيقه تنجم تواجهني. تفضل كمال. تفضل كنسمعك. عندما قال الملك محمد السادس قول جدي رسول الله الله يكثر حسادنا، كاين حديث شريف تاع الرسول صلى الله عليه وسلم كيماك؟ اكيد كاين. اعطيني الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كثرة الحساد من كثرة الخيرات. هذا حديث صحيح. لذلك الملك محمد السادس قال أو كما قال جدي رسول الله كثرة الحساد من كثرة الخيرات. لا قال الله يكثر حسادنا. وزاد او هذيك وقف تما نقطه ورجع للسطر وقال اللهم كثر حسادنا باش يكثروا خيراتنا، ونهار كثروا حسادنا كثروا خيراتنا والمغرب كينظم كاس العالم. ولكن انت محمد القبايل انا جاوبتك بالدليل. انت الملك هذا الرئيس ديالك فاش قال ان الجزائر اذا ذكرتها ترى الجبابره ركعا، إن الجزائر آية الشعب وقعها وربك واتقها. صدق الله العظيم. هذه كاينه في شي قرآن؟ الله يا اخي لماذا تمر المغارة؟ هل انت ما تخافش الله؟ الله واتق الجزائر على اجل الملك. الله واتق قول الله عز وجل على اجل هذه راه قالها تبون. هذه صديقي هذه راه قالها يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الله يكفر حسدنا بدا. هذه قالها تبون صاحبي. هذه قالها يا اخي تبون مجرد انسان كيما تبون كيما هو. كيفاش تبون هذا رئيس دوله هذا كيفاش ما كيهمكش؟ انا كنقول جدي رسول الله. وعلاش جيت تدعي انه جد رسول الله؟ قلت لك انا جبت لك. اسمعني يا محمد قبايلي. اسمعني يا صديقي. شو حنا المغاربه الثقافه والعلم والمعرفه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم والدليل غير بلاتي اسمعني. والدليل بالحجه والدليل كنجيبوا لكم بحديث كاين كثرة الحساد من كثرة الخير. ما قالش اعطيني حديث الله يكثر حسادنا. غا اسمعني. لذلك الملك هنا القول ديالو قال اللهم كثر حسادنا. والفهم يفهم
فهمتي؟ قال قول جدي رسول الله. غاسمعني قول جدي رسول الله، الله يكبر حسن. او كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كثرة الحساد من كثرة الخيرات. هنا الفاهم المغربي فهم، وفاش دار النقطة ورجع قال اللهم كثر حسادنا. اذا هنا الفاهم المغربي راه فهم انه كيتكلم على اللي حاسديننا، على اللي باغيين يقسموا لنا بلادنا، على اللي كيعاديونا، وراه الحسد ديالكم غيزيدنا من الخيرات ديالنا طبقا بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول كثرة الحساد من كثرة الخيرات. اذا هنايا انتم اللي ما فاهمينش خصك تجي عندي انا نشرح لك غير الايه اللي قال عبد المجيد تبون ان الجزائر ايه الرب واتقاها الشعب واتقاها وربنا وقعها. ربي وقع شي جزائر؟ ربي وقع شي جزائر؟ اتكذبون على الله؟ هل ربي وقع الجزائر؟ يعني كانت شي جزائر باش يوقعها ربي؟ يعني انت وقع ربي شي جزائر؟ يا جاوبني جاوبني، انا راني هضرت معاك، عندك شي حجه ودليل جيب لي هضر معايا. يا انت حبيت تبر الكلام. واش انت ربي وقع شي جزائر؟ تعبير مجازي كما تقول انت، ما قالش تعبير مجازي وليس ايه. واش ربي وقع شي جزائر؟ صاحبي اسمع قال ان الجزائر ايه، والله سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل والنهار ايتين. لذلك شي اوصاف ما يمكنش نوصفوا بها نفوسنا. مثلا آية، أنا شنو غنقول نوصف راسي أنا بوصف الإله ولا نوصف راسي بآية؟ قال الجزائر آية، والجزائر آية. الجزائر خريانة بنت لي بعد حاجة، واش شكون آية؟ الآية اللي كاينة هي الليل والنهار. أنا كنهضر معاك صاحبي، أنا كنهضر معاك صاحبي، وأنا كنهضر معاك. قال عليها الشعب واتقاها وربك وقعها. واش ربي وقع شي جزائر؟ اعطيني الايه اللي فيها الجزائر. الامي ايه تسميهم ايه اسم. انا ما نبرركش على التبون، بل اجدر تروح له هو تساله كيفاش ايه؟ كاين معنا ما كانش اسماء ايه في المملكه المغربيه، ما كانش كيفاش ايه في المغرب. طب اسماء ايه في المغرب ما كاين. صاحبي اسم صاحبي غير بالله اسمعني، راه فرق بين اسم البنت ديال ايه ونقولوا حنا ايه. شنو هي آية؟ أي بمعنى راه وما كانش فرق بين قول رسول الله يكفر حسابنا ونعمة الحساب، ما كانش فرق بيناتها. غابلات يا صاحبي باش تفهم المصطلحات. راه بإمكاني نقول لك أنت إنسان رحيم يجوز شرعا، ولكني ما نقول يا أيها الرحيم أو يا أيها الرحمن، لان غير في النطق داك اللام اللي كنقول الرحيم هذه كلام التعريف اللي كتصل بالله سبحانه وتعالى. والجزائر آية الشعب واتقاها وربك وقعها. هنا راه كتقول لي على ان الجزائر خلقت آية من عند الله، والشعب واتقاها وربنا وربنا وقعها. اش هذا الشيء هذا؟ دابا نجيو نهضروا معاك غير بشويه نمشيو غير فهمني هذا اخويا. ثم هو انسان ما قالش قال جدي رسول الله، قلت تهمته اللي قال جدي رسول الله. قال الله صاحبي، قال الله، راه ما قالش رسول الله، قال الله. الله هو اللي كيتكلم عن الله سبحانه وتعالى قال. وهذاك العالم ديالكم اللي هو في المجلس العلمي الجزائري قال ثم أتى مرشد الجزائر بعد استقلالها وقال يا رسول الله مبروك عليك، الجزائر رجعت ليك. فشرب الرسول من سلاوة مائها ووطأ ترابه رجله على ترابها وقال من أحب إليك يا رسول الله؟ قال له إنها الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر، حتى مات وهو يردد الجزائر الجزائر الجزائر. ملي جبتوا لنا هذا الشيء؟ هذاك رئيس المجلس العلمي ديالكم اللي مشى قال له الاخر القران تراث جزائري. منين جبتي التراث الجزائري؟ خنشلتوا لنا الرباط قلنا ماشي مشكل، خنشلتوا الناس المغرب قلنا ماشي مشكل، خنشلتوا ايفل برج ايفل ماشي مشكل، خنشلتوا الاهرامات ماشي مشكل، خنشلتوا الدنيا كامله قلتوا انتم المغاربه وحنا الجزائريين ماشي مشكل، خنشلتوا فرنسا قلتوا انتم هما اللي اسسوا فرنسا ماشي، رديتوا الدوله العثمانيه جزائر ماشي مشكل. تتوصل القران تراث جزائري. كتبوا بوقت ما كاين داك القران ولا تراث جزائري؟ شكون اللي كتبوا هذا التراث الجزائري؟ عمي تبون مثلا ولا عمي تبون؟ قران تراث جزائري. مكه خنشلتوها قلنا هانيه، الكعبه هانيه، القدس هانيه، بير زمزم هو رئيس اللي داتو فرنسا هانيه، معليش القفطان معليش الجليج معليش كلشي ديتوه معليش، ولكن هذا القران تراث جزائري. ما خفتوش تقولوا هذا الكلام؟ قران تراث جزائري مع راسك نتايا، قران تراث جزائري.
هو القران الجزائري هو اللي راه دابا ولا كيقول لك عليه تبون ان الجزائر ايه الشعب والثقافه. فراسك ان واحد الجزائري كيصلي بطلع البدر علينا وكيصلي بان الجزائر اذا ذكرتها ترى الجبابره ركعا ان الجزائر ايه الشعب والثقافه وربك وقعها، كيصلي بهم. فراسكم جزائريين كيصليو بان الجزائر اذا ذكرتها ترى الجبابره ركعا، عاد بالهم فري ايه. هذا هو اللي قال لهم جزائريين. واحد النهار كنا دايرين واحد المسابقه مع واحد الشيوخ، جا كل واحد كيقول ايه والاخر خصو يكلم عليها. جا هو قال لي كمل الايه، انا نبدا وانت كمل. قلت له بدا، قال لي ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق، وقف عليه وقال لي كمل. قلت له كملها انت نيت ما هذا القران اللي جبتي انت الجزائر كملوا. ولا اضحوك ديال ذاك اللايف فيه اردنيين وحشم بيا. الحمد لله ملي ما قال ليش كمل طالع البدر علينا من ثانيات الوداع وجيت. حتى ما كتعرفوا شي قران، كتعرفوا شي احاديث، كتعرفوا شي احاديث. كاينش الحديث ديال كثرة الحساد من كثرة الخيرات، فاللهم كثير حسادنا. هذيك قالها الملك محمد السادس. والقول الرسول كثرة الحساد من كثرة الخيرات. ونهار الملك دعا على راسنا قالنا اللهم كثر حسادنا من النار وانتم تحسدونا وربيها زيدنا في الخيرات. من النار انتم تحسدوا وتحفروا وتكيدوا هذا، غير انتم تعطيو وحنا ربي زيدنا في الخيرات. حسدتونا على ذاك الاتفاق الاتحاد الاوروبي مع في اتفاقيه ديال الفلاحه اللي كانت في الاقاليم الجنوبيه، كانوا يديو ذاك الثروات بطرف الثمن. مشيتوا دفعتوا عليها الفلوس، حسدتونا على ذاك الثروات، وليتوا خرجتوا بزاف المحكمه راه لغات لكم هيا ولا تجات بزايد الثمن، بزايد الثمن، هيا بزايد الثمن. شكرا لكم. في نفس الوقت لعنه الله عليكم يا المحسدين يا الفاسقين. قال لك غادي يدفعوا الفلوس لغيو لهم اتفاق التجاره بينهم وبين اوروبا الاتحاد الاوروبي، ومشاو عطاو الرشوه ديال الشعب اللي عايش مسكين يموت في الايتوزا ويموت في واد الزيكو. وفي التالي هما جايين كيركعوا. شو كي كنركعوا دينهم حنايا؟ شو كي كنركعوهم؟ جايين قال لك حنايا نعالبوا القرار تاع المحكمه الاوروبيه، وحتى داك الفلوس الجزائر كلاو هذوك بصحتهم راه نوقعوا. غنزيدوكم في الثمن، ما نبقاوش نشريو بداك الثمن وبخير. ها شنو استفدتوا نتوما الجزائريين؟ شنو استفدتوا؟ عييتوا ما تعطيو في الرشاوي. حسدونا، حسدونا مزيانه تحسدني، محدك تحسدني وانا ربي عاطيني. حتى ولا الشعب المغربي يشوف كي ولا يفتخر به العالم، ولا المغرب كلشي تم جاي ليه. وانت يا في جنبنا صاحبي، انت في جنبنا، انت في جنبنا، وعندك الغاز والبترول وتبون ما خلاك يدير يجيب الناس اللي عنده تما وبغى يجي عنده حتى واحد. الله يسر من كوبين ما كيجي عندهم حتى شي سائح. جا واحد عندهم واحد النهار غلط مسكين ما عرف كيوقع له قاوري، بقاو عليها القاوري ما ناشبل حتى بعينه بحال الحمله مسكين ما عرفش. عاد بالهم هذاك هو المخلص عيسى غيجي يخلصهم من العذاب ديال الجزائر. والقاوري ما ناش ملاح، والقاوري ما ناش ملاح، والقاوري. الاخر تعجب ما فهمت لعبه ويولي يهرب. ما كيجي عندهم حتى واحد. الله سبحانه وتعالى مكه المكرمه شنو قال؟ سيدنا ابراهيم عفوا شنو دعا؟ قال ربي اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات. من نهار دعاها وهما جايين عندهم الناس، بحيث ولا الماء تما كاين بير زمزم، ولاو كيحجوا ليها الناس. شو شحال من داك الساعه وهما الناس كيحجوا لذاك المكان. شو شحال ديال الناس السعوديه شحال كتدخل الاموال من داك الدعوه سيدنا ابراهيم. يعني اللي جا عندك راه هذاك فضل من الله. شو حنا المغرب شحال كيجيو عندنا الناس الحمد لله. المغرب كيحسبها ملي كنجيو نديروا الاقتصاد المغربي ونشوفوا النمو كنقولوا مداخل العمله الصعبه من خلال السياحه في قطاع السياحه. العمله الصعبه في قطاع السياحه، وكنبقاو نحسبوا الملايير ديال الدولارات. عمي تبون الملك يحكم مداخل العمله الصعبه من الفوسفات، مداخل العمله الصعبه من تصدير السيارات، مداخل العمله الصعبه ديال الجاليه المغربيه اللي كيحبوا بلادهم، و5 مليون سائح اجنبي، يعني 5 مليون جاليه مغربيه كتدخل، كل شيء دخل الالاف ديال الدولارات يدخلوها لبلادهم. المغرب كيحسب المداخل ديال العمله الصعبه في الصادرات ديال الفلاحه، المغرب كيحسب العمله الصعبه في الصادرات ديال اجزاء الطائرات، المغرب كيحسب. الجزائر مسكينه كتحسب مداخل العمله الصعبه غير في الغاز والبترول. ما يصنعوش يبرا ما يصنعوهاش والو. عندهم ربهم الاعلى في الجزائر سولاتراك، لا تحرقت سولاتراك ولا هذا مشى ما بقاش. مداخل العمله الصعبه غير هذا غير داك السولاتراك، داك الغاز والبترول اللي هي بحال اقتصاد الريع. ويجي يقول لك كاين اقتصاد بس اقتصاد الجزائر. دابا عاوتاني عطاو قالوا سولاتراك زيد يجبدي بحيث مساكن ما كيصنعوش. يبرا ما صنعهاش الجزائري. راه خصكم تحشموا على وجهكم وعلى نفسكم وعلى عراضكم. بلد 1.5 مليون شهيد و45 مليون جزائري. 45 مليون جزائري ما صنعتش يبرا عباد الله. 45 مليون جزائري ما عرفوش يصنعوا الطبله دايرينها بثلاثه د الرجلين كاسمين على جنب. 45 مليون جزائري ما قدروش يصنعوا حتى يكون عندهم حتى الاكتفاء الذاتي في مجال الفلاحه. 45 مليون جزائري ما قدروش يحفروا حتى بير. 45 مليون جزائري مساكن مازال كيعيشوا في عهد ستالين ولينين، مازال عندهم العقليه ديال الحبشه. 45 مليون جزائري. بلاد هذه بلاد 2 مليون و381 كيلومتر مربع، جايه قطر من طرف الدنيا خليجي، جاي عندك يدير لك الزريبه ويخدم لك يمك ويخدم لك بنتك ويخدم لك تبون عساس على هذه الزريبه.
تجي تقرر راسك الناس اللي راهم عندهم كرامتهم داك الزريبه تجي عندنا قطر نقول لها سير يا تميم سير دي تسرح مرتك تسرح داك الزريبه، سير عند بنتك تسرح داك الزريبه، وسير انت سير عس على داك الزريبه ديرها في بلادك. تجي كيقول له قطر صغير قال له ما كتبانش، هي شنو دارت؟ جات رداتك زريبه في قاره افريقيه قد الصخر قداش ودارتك زريبه. هذه هي الجزائر 45 مليون جزائري و45 مليون. شنو 45 مليون جزائري؟ سارحي غتسرحوا البقرة سيادكم. شكون دابا انت المشروع دمن المشروع ديالك، عندك الفلوس باش ديروا قطر هذوك الناس الفلوس، ويجي كابي فيك يجيب داك الزيرو ديالو ويجي حتى السليباس ما كيلبسوهمش والبشلاطه جاي في الجزائر تبارك الله زيد انت يعزل لك داكشي اللي بغا ويجي يتحاسب معك. رانا سيدي رانا نشوفوا شنو تما، رانا فلوس الحليب شحال خرجتي الحليب ويجي بقى يحاسبك. هذا هو الجزائري شيكور. غتجي انت تمثلني في افريقيا، انت غتجي تمثلني في افريقيا، جزائري غيمثلني انا في افريقيا، وجزائريه غتمثل نساء افريقيا. اش كدير مسكينه الجزائريه؟ ردها عمي تبون مسكينه تشطب الخرده على البقره في 6 الصباح، ردها عمي تبون تحلب البقره في 6 تاع الصباح. رد الجزائري خماس في بلادو قال لك انا قطر قدها قد طونوبيلتي، وردتهم سراحه وجاي له بالزيرو هكايا وبقى يخبط عليه، لقى تما الحليب كيخسر ولا شي حاجه واش واكل. قال لك حنا غنمثلوا حنا افريقيا. باش تمثل افريقيا بالسرحه، باش تمثل افريقيا انت خماس، وزمن الخماسه سالا شحال هادي. وتبون عاد بالك غير مع قطر، وتبون دارها حتى مع الميريكان، قال لهم حنا الخماسه ديالكم خماسه العرب وخماسه الغرب. مش عند الميريكان قال لها قانون 80 20، انتم ديو 80 وحنا نديو 20، وحسب ليها 5 ها 20 ها 40 ها 60 ها 80 وها اللي بقى للجزائر ال20. شتي عطاكم الخامسه الثلث في الخموس، 1 2 4 ليهم ها 4 وبقى لك هذا زيدو تما كنطلعوه. الا ما كفيتيش تاكل به ديروا من تحت قويلب وهني الوقت حشي صبعك الكبير وجبد الكوفيتير وعيط على ما نعرفت. جاي قال لك اي ما تسنيش تمثلني انت ما درتيش الشار ما قدرتيش تنظموا صاحبي. موسى عطاوه لكم ديال زيمبيقيا ما قدروش ينظموا. الشعب راه كيموت في واد الزيكو في واد الحراش والناس كيموتوا في الطبيب. قال لك الشعب المغربي راه كيطيح دابا جاي اهانه، جايين كيهينوك كمان ما نهضروش. الشعب المغربي حسب راه خير رشيد نعطيك كلمه، انا نعطيك تهضر وهضر رشيد. الشعب دابا هما الجزائريين كيقول لك انت راك طالبتي بحقوقك، هذه اهانه كتجيهم هما اهانه. وما كيفرقوش مساكن لانهم هما ما كيفرقوش. اهانه انا طالب بحقوقك اصاحبي، انا ما نقدرش. اهانه حق راه كطالب بحقوقك. انا مواطن السي محمد، لدي حقوق في بلدي وعلي واجبات في بلدي. الواجبات ديالي هي انني نحمي الوحده الترابيه لبلادي، والواجبات ديالي هي انني نخدم مصلحه بلادي، والواجبات ديالي هي انني نساهم في اقتصاد بلادي. ولدي حقوق ان بلادي خصها توفر لي عيش كريم وتوفر لي الارضيه اللازمه فاش نخدم في بلادي وتوفر لي الصحه والتعليم. الحقوق 48 حق للمواطن المغربي في الدستور. الجزائري فاش كيساهم في اقتصاد بلاده ما كيساهمش، كيساهم في حمايه الوحده الوطنيه بلاده ما كيساهمش، كيساهم في سياسه بلاده ما كيساهمش، كيساهم في اقتصاد بلاده ما كيساهمش. اش باغي هاد البلاد تعطيك؟ راه بحالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. قسما بالله هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفما تكونوا يولى عليكم. الملك محمد السادس يبغي يحكم شعب بحال الشعب الجزائري هذا. الملك محمد السادس يجي يبغي يصنع شي حاجه، يخرج يبغي يدير مخطط في بالو ويلقى الشعب كله غير جالس ما كيصنع والو. يهز شنطته ويهز وليداته ويخرج من تما ويمشي يشوف يعتكف امام بيت الله الحرام ويجلس تما يقول لك خلينا باغي نخدموا حنا ماشي باغي نبقاو هنا سيتينيني. هذه راه هذه اللي كديروا نتوما الجزائريين، نتوما ما كتحميوش بلادكم. وهذه راه ماشي شيات اللي كديروا التبون انت عايش في روعه وكتشيت، هذه راه كتسمى قاده. وهذا راه ما كيبغيهاش حتى تبون. يعني دابا انت وليتوا بقوه الشتاء وعاد بالكم هذه الشتاء راه ولات هذه تحولت اسيدي للمرحله الثالثه اللي هي اعلى مرحله في الشتاء اللي كتولي مرحله هذه. ودوا النظام كلاكم وما تستفزيكم وما ترحمش عليكم ما عطاك حتى حق حتى شي حاجه وقال لك هذا حنا اللي شيتنا كنشيتوا الاصلاح والفساد كننتقدوه باش ما نوليوش بحالكم انتم في المرتبه الثالثه. لا حول ولا قوه.